لا يمكن أن نحل مشاكلنا بالقيام بنفس الافتراضات الخاطئة وتكرار نفس الاستراتيجيات الفاشلة في السابق. كل التحديات تتطلب مقاربات جديدة. أنا اليوم أشير إلى أسلوب جديد أو مقاربة جديدة حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. في 1995 اعتمد الكونغرس قرارا يتعلق بالقدس يحث الحكومة على إعادة أو تغيير موقع السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بأن تلك المدينة مهمة إلى درجة كبيرة وهي عاصمة إسرائيل. هذا القرار أو القانون أصدره الكونغرس بغالبية كبيرة من الحزبين، وجرت إعادة التأكيد عليه بالتصويت بكافة الأصوات من قبل مجلس الشيوخ قبل 6 أشهر. ولكن لأكثر من 20 سنة كل الرؤساء الأمريكان السابقين مارسوا التأجيل لهذا القانون ورفضوا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو الاعتراف بالقدس على أنها عاصمة إسرائيل. الرؤساء أصدروا هذه التأجيلات باعتقادهم أن عدم الاعتراف بالقدس من شأنه أن يقدم قضية السلام ويخدمها، وكانت يعوزهم الشجاعة، لكنهم قاموا بقراراتهم وبناء على الحقائق التي كانوا يفهمونها آنذاك. ولكن رغم ذلك فإن السجل موجود. لأكثر من عقدين من التأجيل لم نعد قريبين إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وبالتالي من الخطأ الافتراض بأن تكرير نفس الشكل نفس الطريقة في العمل يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل أو مختلفة. ولذلك فأنا قررت أنه آن الأوان لنعلن رسميا عن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، في حين أن الرؤساء السابقين جعلوا من هذا الموضوع وعدا انتخابيا كبيرا لكنهم لم ينفذوه. أما اليوم فأنا وأنفذ هذا الوعد، وأنا أعتقد أن هذا الإجراء هو لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.